بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الأجواء الممتعة جدا التاريخية جدا هنا في دولة الإمارات، هنا في العاصمة الغالية أبو ظبي، هنا في استاد محمد بن زايد، هنا في أمسية ليست كبقية الأمسيات الكروية. هنا نعم، هنا تحضر الأرجنتين، هنا تحضر التانجو، هنا يحضر ليونيل ميسي، هنا يحضر منتخب الإمارات الوطني. هنا مباراة للتاريخ، نعم هي الأولى تاريخيا ما بين دولة الإمارات وبين الأرجنتين، وفي أجواء من الفرح، وفي أجواء من السعادة، وفي أجواء من المتعة، وفي أجواء من الابتسامة التي تعلو هنا الجميع. لاعبو منتخب الإمارات فعلا في فرصة تاريخية أمام منتخب بقيمة الأرجنتين، وأمام لاعب أسطوري بقيمة ليونيل ميسي. حضورنا الكريم، نرجو منكم مرة عندنا 3 تعادلات فقط، عندنا 7 المباراة الودية الدولية التاريخية كرة والآهات عند المحبين طبعا. وأيسر أكونيا، هذه محاولة كرة تلعب ولكنها مرت للأمام. نحن اليوم ما قبل بالمناسبة قابلنا ألمانيا في الملعب التدريبي، كان كامل العدد، لذا عند تعادل بدون أهداف. هذه انطلاقة، هذا دي ماريا. الأفكار الحاضرة الآن بالنسبة لي كرة فيها سرعة كبيرة الآن لمنتخب الإمارات من حارب عبد الله السهيل خارج الملعب. رمية تماس، لاعب خبير ولاعب شاب صغير 19 غنية ثرية، ولا أتحدث عن النتيجة، لكن طبعا 34 سنة ولاعب أيضا بتجربة غنية مع السيتي قبل ذلك، ولكنه الآن يلعب في نادي بنفيكا. ميسي والكرة من ضربة ركنية تلعب خطيرة لملعب الآن، وصلت إلى شاهين عبد الرحمن. بالمناسبة في هذا المكان الدقيقة الثامنة، العرضية الخطيرة مرت من أمام الجميع، مرت من أمام خالد عيسى ووصلت تلعب خطيرة للأرجنتين. ولكن برافو 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 شاهين عبد الرحمن في يوم ميلاده رقم 32 مع ليونيل ميسي. هذه كرة تلعب خطيرة وللأمام، ولكن طالت على ليونيل ميسي، طالت على ليونيل ميسي، وصلت عند خالد عيسى. وشوف هو دائما حلوة 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 حلوة. الله الله يا ولد، الله يا عبد الله، يا حارب عبد الله. ديبول في الكرة الماضية تذهب وتعود وتصل خلدي ماريا. هذه الكرة تلعب بهذه الصورة، إبعاد برافو بلا خسارة. كرة تلعب وتصل لميسي عند خالد عيسى في الكرة الماضية يحسب. حتى الآن الأبيض يقدم صورة ممتازة، والكرة تلعب ميسي يرسلها ويسجل. الأرجنتين تسجل، الأرجنتين تسجل الهدف الأول من الفارس. كانت لنا نعم، المحاولة الخطيرة كانت لنا، لكن من مرتدة نحن فتحنا الطريق، نحن طبعا المساحات الموجودة. الفارس جوليان الفارس وصلت إلى ميسي، نقلت للأمام والكرة إلى ضرب. الأرجنتين تلعب عالية، إبعاد، تسديد، الله الله، دي ماريا. الجودة كما يجب أن تكون، الجودة الأرجنتينية، الجودة الكروية كما يجب أن تكون، نعم. ولا زالت قائمة أيضا والتسديدة، ولكن دولي كرة لعبت ونقلت وخطيرة وفرصة وهدف، هدف ثالث للأرجنتين. وأنخيل دي ماريا نعم يقدم مباراة ممتازة. أنخيل دي ماريا ويسجل هنا الهدف.